اكيد شفتوا الايامات الاخرى فيديوهات متاع لي فان اللي يطلعوا بالسيف للركح ويحبوا ياخذوا سيلفي والا يعنقوا فنان. تعرفوا اللي سلوك هذا ماهوش جديد، والجيل الجديد ماهوش هو اللي اخترع حكايه الاعجاب او الهوس. في علم النفس التصرفات هذه الاعجاب الزائد يصنف كحاله هوس، اضطراب المشجع المهووس، وهي وقت اللي يتجاوز علاقه الفان بالفنان الاعجاب العادي ويولي هوس وتعلق مرضي. الموضوع ماهوش ترند جديد، على خاطر الهوس ما ظهرش كان توا. مثلا فرقه ذا بيتلز فرقه ظهرت في الستينات وين كانت كلها شباب من موسيقى للبس. من كثرة هوس الجماهير بهم ظهرت وقتها كلمة بيتلمانيا وين يقصدوا بها الهوس. الجمهور في الاستقبال أو في الحفلة يسيح ويعيط ويوصل يدوخ. Adrian from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. مايكل جاكسون كان كل حفلة تقريبا يصدموا عليه المعجبين ويعنقوه، وين برشا كاميراوات صورت كيفاش الجمهور يغني ويبكي. الهوس هذا ما كانش موجود كان في الغرب، ولكن زاده في العالم العربي. في مصر كوكب الشرق أم كلثوم في واحدة من حفلاتها في باريس في السبعينات يقال إنه معجب وصل بسلها ساقيها لينطاح. وحتى عبد الحليم حافظ صوروه في واحدة من حفلاته يسلم على زوز معجبات بعد ما طلعوا له المسرح. الإعجاب أو الهوس بالفنانين ماهوش حاجة جديدة، وباش نكونوا منصفين ما نجموش نلوموا الجيل الجديد على خاطر نفس الشيء قاعد يتعاود، غير توا فما السوشيال ميديا والفيديوهات في اللايف. وانتم حسب رايكم شنو الفرق الحقيقي بين الإعجاب وبين الهوس؟ شاركونا في التعليقات.